تخيل نادي بحجم نادي الاسماعيلي ينزل للدرجه الثانيه. إغلاق الكتاب وانتهت الرواية. القلعة هدمت، القلعة هدمت، القلعة هدمت. من كان لونه رمزا للحياة مات وغادرنا، مات وغادرنا. وداعا أيها الكبير، وداعا أقولها بكل ألم، وداعا أقولها بكل أسى. احنا مش بنتكلم على نادي كوره بس، احنا بنتكلم عن رمز الاسماعيليه كلها، عن تاريخ، عن فن، عن مدرسه طلعت اجيال. بس للاسف الاسماعيلي دلوقتي بقى في المركز الاخير، مهدد بالهبوط بنسبه 90%. يعني انت يا عزيزي المشاهد ممكن تنام تصحى تلاقي الاسماعيلي في الدرجه الثانيه. من الان المدرجات ساكته والشوارع حزينه، وجمهور الاسماعيلي قلبه موجوع ولسه عنده امل. زي نادي الاسماعيلي وصل لكده، فين الناس اللي كانت بتحب النادي وبتحافظ عليه؟ فين الرجاله اللي كانت بتقاتل من اجل شعار الدراويش؟ الاسماعيلي مش مجرد اسم، ده كرامه مدينه كامله وتاريخ جمهور بيحب النادي بجد. هل لسه في وقت؟ لسه في امل، بس لازم كل واحد بيحب الاسماعيلي يصحى ويقف جنب ناديه قبل ما يخسروا كل حاجه. تصحى تلاقي الاسماعيلي زي المنصوره وبلديه المحله، زي باقي الانديه الشعبيه اللي نزلت تحت ومش عارفه تطلع. تخيل يبقى عندك دوري نضيف وكله انديه شعبيه، بس حاليا دلوقتي للاسف الدوري كله بقى عباره عن دوري شركات. ليه ما بيبقاش عندنا طريقه نخلي المستثمرين يستثمروا في الانديه الشعبيه؟ بدل ما هو بيأسس نادي من جديد يبقى عنده نادي وراه جمهوره. مين كان يصدق ان الاسماعيلي صاحب التاريخ اللي اسمه شال مصر في افريقيا، اللي طلع اساطير، واللي كانت دايما جماهيره بتشجعه رغم الهموم، النهارده بيلعب في مكان غير مكان؟ ده اللي من 10 سنين ما كناش نتخيله. الاسماعيلي ضاع، الاسماعيلي ضاع، يا دار يا وسخه، يا دار يا وسخه، الاسماعيلي ضاع، الاسماعيلي ضاع، يا دار يا زباله، الاسماعيلي ضاع، يا ناصر يا ابو الحسن. جماهير الاسماعيليه كلها قلبها موجوع والدموع مليانه، وجعهم عن هبوط ناديهم ده في الكثره مش في الشغف. حنينهم لايام ما كانوا بينافسوا على الدوري وما كانوش يعرفوا غير الفوز والكرامه. للاسف الفرحه غابت عن جماهير الاسماعيلي والدنيا اسودت. طلعت رضا شحاته وابراهيم عثمان وعلي ابو جريشه وحسني عبد ربه واحمد فتحي وبركات وغيرهم لعيبه كتير شالت اسم مصر. في النهايه هقول لكم انا عمر عيد، سلام.